افضل وقت للتمرين في رمضان قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ سؤال بتسأله كل رمضان. ما تنساش تعمل سيف وشير للفيديو عشان تعرف غيرك امتى يتمرن في رمضان. طبعا هنا هيختلف على حسب هدفك، لو انت عايز تخس دهون او تحافظ على كتلتك العضلية، لان احنا في رمضان هيبقى بطل جدا اللي هيزيد نسبة عضلاته. يعني احنا مهمتنا في رمضان ان احنا نمنتين الموضوع او نمنتين الماسلز بتاعتنا، نحافظ عليها طول فترة رمضان. اول حاجة لو انت هدفك ان انت تخس دهون، يبقى الافضل ليك ان انت تتمرن قبل الفطار بساعة شدة خفيفة. الجزء الاكبر منها كارديو زي المشي السريع وركوب العجل، لان بتكون مخازن الطاقة فاضية، وده هيساعدك جدا ان انت تخسر اكبر نسبة دهون. تاني حاجة لو هدفي ان انا ازود الكتلة العضلية او احافظ على الكتلة العضلية، افضل وقت للتمرين هيكون بعد الفطار.